يا صباح الفل عليكم او مساء الفل عليكم على حسب انت بتشوفني منين. اهلا وسهلا بكل متابعيني. بشكر كل اللي بيدعمني وبيتابعني سواء من مصر او اي دولة تانية. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. شهر رمضان على الابواب خلاص، بتمنى لكم كل خير ومحبة ومغفرة، ويا رب الخير لمصر، وربنا يرفع الوباء والغلاء، امين يا رب. حلقتنا النهاردة عن شارع من اهم شوارع اسكندرية اللي من غيره لا تعرف تطلع ولا تدخل. لو الدنيا اتعطلت فيه تحس ان خلاص البلد كلها اتشلت. قبل ما نتكلم على الشارع اللي جديد في القناة واول مرة يشرفني، يا ريت لايك جميل وسبسكرايب جميل وكومنت وشير لو عجبك الفيديو. اوعوا تروحوا في اي حتة، تابعوني بعد الفاصل. مين مننا سواء اسكندراني او مش اسكندراني، اول ما بيدخل من الطريق الصحراوي اللي هو مدخل اسكندرية تحس ان الارض واطية وان من الجنبين الطريق عالي. فعلا ده طريق قناة السويس اللي بيبدأ من الصحراوي من عند كارفور كده لغاية طريق كورنيش، كأنك ماشي في قلب ترعة او بحر. احب اقولك ان فعلا هي كانت ترعة واسمها ترعة الفرخة، واتردمت زيها زي محور المحمودية او محور الامل اللي كان ترعة المحمودية واتردمت وبقى الطريق. يلا بينا نتكلم على طريق ترعة الفرخة اللي هو دلوقتي طريق قناة السويس. تم حفر ترعة الفرخة عام 1860 ميلادية في عهد الخديوي إسماعيل، لأنها كانت بتودي المية من ترعة المحمودية ليتم تغذيتها بأول محطة تنقية مياه للشرب في اسكندرية، وهي محطة وابور المية اللي هي دلوقتي موجودة لغاية دلوقتي، وابور المية أو ميدان زويل. وكلمة وابور يعني ماكينة، لأن كان زمان الإسكندرانية بيقولوا على أي محطة مية أو كهرباء أو قطر وابور. الترعة دي في الخمسينات زيها زي أي ترعة كان ليها ضفتين يمين وشمال. جنب كان بيسكنوا الناس الأغنياء وهو يعتبر الجنب الشمال، وجنب كان بيسكنوا الناس الفقراء الناس البسطة وهو الجنب اليمين. لو انت جاي من الطريق الصحراوي والطريق الصحراوي في ظهرك وكارفور في ظهرك، يبقى الجنب اللي على اليمين ده كان بيسكنوا الناس اللي هم البسطة الفقراء، اللي هو دلوقتي بيمثلوا منطقة الحضرة، أمبروزو، الغيط الصعيدي، مستشفى الحميات. وهي دي كانت عزبة الفرخة اللي اتسمت باسمها بعد كده ترعة الفرخة اللي اتردمت وبقت طريق. العزبة دي كانت على شكل مثلث، أضلاعه هي سور ترعة الفرخة، والضلع التاني ترعة المحمودية، والضلع التاني السكة الحديد وسجن الحضرة. العزبة كان بيسكن فيها النوبيين الصعايدة البحروة. في الوقت ده اسكندرية ما كانش ليها طريق غير الطريق الزراعي تخرج منه وتخش منه، وما كانش فيه أي مدخل تاني أو مخرج تاني. فقرروا إن هم يجففوا الترعة دي ويعملوا طريق يربطها بالصحراء وبالمدن التانية، وسموه الطريق الصحراوي. وعملوا مية الترعة داخل مواسير. انت متخيل ان كوبري السكة الحديد اللي فوق طريق قناة السويس ده كان اصلا كان كوبري بيمر فوق ترعة؟ اسيبكم بقى في جولة حرة نتمشى شوية في طريق ترعة الفرخة او طريق قناة السويس. شكرا ليكم لمتابعتكم لاخر الفيديو، واشوفكم في حلقات جاية كتير وشارع جديد من شوارع مصر.